قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية، والمحنة منحة، وكل الوقائع جوائز وأوسمة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب أو خسارة مالية أو احتراق بيت، فإن الباري قد قدر، والقضاء قد حل، والاختيار هكذا، والخيرة لله، والأجر حصل، والذنب كفر. هنيئا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الأخذ. لن تهدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك وتذهب وسواس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف القلم بما أنت لاق، فلا تذهب نفسك حسرات. لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر. هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك، وسوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر. اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم. إذن فليهدأ بالك إذا فعلت الأسباب. فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إن مع العسر يسرا. يا إنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال، ويفك العاني وينقشع الظلام. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر.